شو مهمة الفريق اللي بدنا نختاره سيدي؟ راح تروحوا على الشرق الأوسط. طيب صار شي تطور بخصوص آبار البترول؟ راح نهتم بالموضوع يلي وكلنا فيه السيد هارون، وراح نكمل فيه للآخر يا عاكف. نحن جاهزين نساوي كل اللي بيطلع بإيدنا. انتوا راح تروحوا مع ياسين لهنيك، راح تعملوا اللازم لتصير المنطقة يلي فيها آبار البترول آمنة وتحت سيطرتنا. المنطقة راح تكون تحت مسؤوليتنا. المساومة اللي صارت بيني وبينك من قبل كانت على اسطنبول. ما عم بقدر افهم ليش هلأ رجعنا على الشرق الاوسط. حسب الخطة الجديدة انت يلي راح تكون المسؤول هنيك يا صقر. هو يا سيد جون ما بتهمني خطتكم الجديدة بخصوص المتشددين بنوب. انا ما بيهمني بهي اللعبة غير اسطنبول. انا عطيتك العرض يلي عندي، بس بالاول لازم تنهي كل اعمالك المتعلقة بالمتشددين. اذا كنت عم تقترح علي اني اشتغل بالشرق الاوسط لفترة مؤقتة فلازم تتخلى عن البريطاني بالاول. انا بعرف منيح انه انت وصادق البريطاني ما بتتفقوا مع بعضكم، بس اذا قدرنا نوصل معك للنقطة يلي بدنا اياها بتشوف انه كل هي المشاكل رح تنحل. شو خطتك الجديدة؟ نحن عم نفكر انه نبني هنيك مملكة جديدة وإلها اساسات جديدة وتكون بعيدة عن القوانين القديمة. صادق رح يضل باعتباره الخليفة وانت رح تقعد على العرش. بعتقد هالهدف ما رح يكون صعب عليك. هديك المنطقة يلي فيها آبار البترول رح تصير مسؤوليتك. مو هاي المهمة اللي كنت عطيها للصادق البريطاني؟ لا مو بالضبط. البريطاني كان لازمنا بس لحتى يأمن المنطقة لإلنا ونفذ المهمة يلي عليه، وهلأ دورك انت. طالما في عندك رجال مخلصين بتثق فيهم وبيقدروا ينفذوا هاي المهمة، ليش عرضت علي؟ أنا ماني بموقع أقدر أشرح لك هذا الشيء، وأنت مانك بموقع بتقدر ترفض يا صقر. إذا رأى هو اللي اتخذ القرار وهو اللي بعت هالأوامر هاي، أنا بدي أحكي معه بالأول. طيب ماشي، هو أمر بتنفيذ هالمهمة، بس يا صقر هو اللي رح يقرر الوقت ليلتقي فيك. برأيي بس تنجح بهالمهمة بتكون قللت الوقت. الله يحميكم يا شباب. شكرا.
أخي لا تواخذني، بس أنا بدي أسألك هالسؤال. اللي في شي موضوع تاني شاغل بالك لهالدرجة؟ قبل ما أجاوبك أنت جاوبني على سؤالي. قول أخي. أنت بتشك بصدقي وبمحبتي؟ أستغفر الله، معقولة؟ خير إن شاء الله. والله ما بعرف إذا خير ولا شر. أنا بتشكرك كتير لأنك لبيت الدعوة وإجيت لعندي فورا يا سيد نائل. نحن مستعدين دائما نلبي دعواتكم. صحيح نحن دولتين بس شعب واحد. السبب الرئيسي للقائنا هاد هو إنه في مشروع مشترك بيناتنا ورح يقوي الروابط يلي بيناتنا كمان. إذا قبلت العرض تبعي فساعتها رح نتقدم خطوة تاريخية. إلي الشرف. شو الموضوع بالضبط؟ نحن عم نفكر هلأ نأسس مصفاية بترول اعتمادها على المصادر المحلية. بس تكرير البترول المسؤولين الوحيدين عنه هي عيلة كوزوزادا، وحتى إذا نحن أسسنا المصفاية فساعتها من وين رح نجيب البترول للتكرير؟ من الآبار يلي نحن حفرناها بإيدينا. أنا اللي رح أربح. شو هالزهر هاد؟ العاب. شو في؟ دقيقة. حاصرناهم وعم نستنى أوامرك. اتركوا أسلحتكم فورا. شو مفكرين حالكم عم تساووا؟
يلا اتركوا أسلحتكن، وهلا صدقوني ما حدا رح يطلع عايش. نسوانكن وولادكن رح اقتلن قدامكن. انتو اساسا رح تموتوا. خلوا ولادكن يضلوا عايشين. إذا أنا سجلت وقتها بربح. شو رأيك؟ ما بصير هيك. ما بتضيعي ولا طابة؟ لحظة. هي كانت مفاجأتك؟ لا، في عندي عرض لإلك. بتحبي إنه نشتغل مع بعض؟ كتير عم تجيني عروض بالفترة الأخيرة. اتركني شوي لفكر. أنت عم تحكي جد؟ إيه عم أحكي جد؟ هالشي بيسعدني آردا. بس شو بدنا نشتغل؟ هلأ بقلك. انزلي. يلا نمشي.
بتحب تاكل شي أخي؟ شكرا لك، مالي نفس. طيب ممكن نحكي شوي؟ إذا الموضوع مو مهم أجلي لبعدين، بدي ارتاح شوي. صباح الخير. صباح الخير. ليش لساتك بهالحالة؟ هلأ فقتي؟ ايه تقريبا، ما نمت منيح امبارح. شوفي حبيبتي، هالعطلة رح تفيدك كتير. أنا فكرت منيح ليلة امبارح، ما رح أتركك لحالك، نحن رح نروح سوا. ما رح أروح على أي مكان، أنا بدي ضل بالبيت. لا حبيبتي، ما رح تضلي بالبيت، اشتريت التذاكر وحجزت المكان. أنا آسفة بيرسان، عن جد ما بدي أخرب لك برنامجك، بس ما بقدر. شو صاير لك؟ لا تحاولي تنكري، احكي لشوف. مراد عرض علي الزواج. وشو رديتي؟ لا. اوه حلال عليكي، لما انت عرضتي عليه الزواج هو قال لا، ما قصرتي ابدا. طيب انت من شو مزعوجة هلا؟ لا تخافي، رح يرجع لك مرة تانية ووقتها بتوافقي. ما رح وافق ابدا. اكيد انت عم تمزحي. ليلى، ليكي وضعك مو عاجبني، ما بتركك لتقليلي شو صاير معك. سيدي، شوفي أينورة، تعرضت سيارة المهندسة أيضا لهجوم، وهي صار لها شي؟ مو معروف شو وضعها، بس للأسف انخطفت. وين صار هالشي؟ راحت المساء على الساحل، بس لقينا كل الحرس مقتولين بالموقع. خبرتوا أردم بهالشي؟ للأسف أردم كمان انخطف سيدي.
مرحبا أنسي آيدن. انبسطتي لأنه تقابلنا مرة تانية مو هيك؟ انتي تحملتي كتير بالمرة الماضية، بس أنا بوعدك هالمرة رح خليكي تعطيني الشفرة. بترجاك لا تسوي هيك فيني. شو؟ انتي ما اشتقتي للكهرباء؟ أنا حاسس إنك مشتاقتي لها كتير. يلي بيدوقها أول مرة بيتعود عليها. شو رأيك؟ حلوة مو هيك؟ بترجاك لا تعمل هيك. أنا لسه ما عملت شيء. اصحك تقولي لي الشفرة فورا، لأني حابب شوفك عم تموتي من الوجع. هلا وقتك لتوقف. يلا لك اشتغل اشتغل اشتغل. بكفي، اتركوها بحالها. يلعنكن حيوانات، اتركوا المسكينة ما إلها ذنب، اتركوها بحالها، لا تعملوا هيك، اتركوها يا عديمين الشرف. شباك عم تصرخ. طيب سكتت. ليك انتهى شحن الكرسي، لازمني كهرباء. خير بدك تروح على شي مكان؟ لا تقلق، هلا رح نعطيك كهرباء ونشحن الكرسي تبعك كمان، بس لحتى نخلص من حبيبتك. خلاص ولك عديم الشرف، انا بدي اقتلك. خلوني اقابل قائدكم. انتم ما بتعرفوا مين بكون، الشيء اللي بدكم اياه عندي. طيب أنا بوعدك ما رح أقول شي لحدا، بس قولي شو مشكلتك ليلى؟ الدكتورة قالت إني مريضة بعد ما شافت التحاليل. معي سرطان. كيف؟ سرطان شو ليلى؟ الرئة. انت شو عم بتقولي؟ مين قالك؟ ما بتعرفي انه ما لازم تسمعي كلام اي دكتور؟ منروح على دكتور تاني. السرطان ما عاد من الامراض الصعبة حبيبتي، في له علاج وادوية. طبعا المفروض بالاول انه تكون معنوياتك عالية، وانتي قوية ليلى، ما بتستسلمي بسهولة. ما بعرف شو بدي ساوي، صارت هاي القصة فجأة، حاسة حالي مثل الضايعة. أنا بقلك شو اللي رح نساوي. رح أسمح لك إنك تبقي بهالبيت، بس أنا رح أضل عندك، وما حدا رح يعرف إنه نحن هون. رجاءً بيرسان، خلص روحي انتي. لا أبداً، بس أعطيني كم ساعة، رح أروح ضبط أموري وجيب كم غرض من بيتي وأرجع. وانتي بهالوقت فوتي تدوشي وصحصحي شوي. ليلى انتي قوية، ما بتستسلمي بسهولة، وأكيد رح تنتصري على هالمرض. شو بدي أقول لمراد إذا إجا بيرسان؟ تقلي له أنا وانتي رايحين مع بعض. مرحبا ليلى. أهلا وسهلا.
خفت عليكي فحبيت شوفك. فاضية شي؟ طبعا طبعا، تفضلي. بترجاكي لا تواخذيني، أنا كنت رايحة. ليلى أنت جهزي حالك، المسا باخدك، الطيارة الساعة 10. ماشي حبيبتي. خاطركم. صفية ارتاحي، هلأ بيجي. مع السلامة. في شي خبر أينورا؟ لقينا السيارة وآردم وآيدن مانن مبينين، تاركين السيارة على طرف الطريق. اسمعي أينورا، لازم تجي إشارة من الكرسي المتحرك تبع آردم. حاولنا نلقط الإشارة بس للأسف ما في ولا إشارة منه. ليش ما عم يبعت إشارة؟ بدي منكم تراقبوا كل شي وتلحقوا كل إشارة بتلفت انتباهكم لحتى نلاقي مكانهم. آردم أكيد رح يعطينا إشارة. تمام سيدي. شكرا إلك. صحتين وهنا. ما بدك تشربي قهوة؟ لا، شربت قبل شوي مع بيرسان. لكن اثنيناتكم رح تقضوا العطلة سوا. فكرتي مرة تانية بعرض أخي للزواج؟ عم فكر طول الوقت صفية. وشو لسه ما غيرتي رأيك؟ هلأ مشوشة كتير وبحاجة ابقى لحالي فترة لأخذ قرار صحيح. لكن أنا رح أروح. لا لا، مو هيك قصدي، خليكي قاعدة. ليلى، مو صار لك زمان عم تستني هذا الشي؟ ما عم بفهمك بنوب. معناتها اسمعي شو بدي اقول لك صفية، شو رأيك إذا جاهد عرض عليكي الزواج بس لأنه أخوكي بده إياه يتزوجك؟ هاي مشكلتي، يا ترى مراد حابب إنه يتزوجني ولا بس بده يحقق وصية بابا عمر وماما نازك الله يرحمهم؟ وأهم شي أنا أصلاً شو فيني أعطيه بهالدنيا؟ ليلى، أنا شايفة الأحسن إنه تضلي فترة لوحدك وتفكري. اتصلي فيني إذا احتجتي لشي، ماشي؟ مراد علمدار ما ضيع الوقت وبلش بأول عملياته ضدنا. في شخص أذربيجاني إجا على تركيا، بعتقد إنه نلتقوا مع بعض. طيب شو مضمون هذا اللقاء؟ تأسيس مصفاية بترول جديدة بالمنطقة. حتى لو أسسوا مصفاية، من وين رح يجيبوا البترول مشان يكرروه يا ترى؟ إذا مراد علمدار هو خطط لهالعملية فعلى الأكيد أخذ كل احتياطاته. معك حق يا سيد زهارياس. مثل ما بتعرفوا يا سادة، مصافي البترول من أكبر مجالات شغلنا. إذا إجا حدا على المنطقة وأخذ حصتنا منها، الموازين الاقتصادية بتتزعزع. وكمان المسؤولين عن هذا الشيء أكيد رح يجوا ويحاسبونا. ولهالسبب بالأول لازم نمنع هالشغل بأسرع وقت.
وشو رأي السيد جان والسيد متى بهذا الموضوع؟ شيء أكيد رح نحكي معهم بهذا الموضوع بالوقت المناسب. أنا كان بدي أخذ رأيكم قبل أي حدا تاني، وحبيت أعرف إذا رح نتحرك مع بعض. يعني مختصر الكلام يا سادة، هداك المستثمر الأذربيجاني يلي حرك هالقصة بدي إياه ينقتل باسم الهيئة يا سادة. أنا دائما كل الاشتباكات والحروب بكون مبسوط كتير، لأنه أنا بالنتيجة اللي عم بيع رصاص لكل الأسلحة. هاي القصة أنا بعتقد من الناحية المالية إنه بدها شوية وقت. بس أنا معكم. سيدي، وأنا جاهز بكل لحظة لنفذ أوامرك. انت شو عم تعمل هون؟ شو ما في اهلين وسهلين، مع اني جايب لك معي هدية رح تعجبك كتير. مين هدول؟ يلي مفكرين انه هن اصحاب الاراضي اللي فيها بترول، وحتى انهم حاولوا يحموا الابار منا. كيف بتجي لهون وبتشتغل من دون علمي كمان؟ أسيادك عندهم علم بالموضوع يا صديق البريطاني، فيك تحكي معهم ولا تعبي راسي بهالموضوع. أنا من زمان حكيت بشكل خاص مع السيد براندون، بعرف الموضوع كتير منيح. أنت ما بتعرف شي بنوب. الأتراك رح يجوا لهون مشان آبار البترول، عندك علم بهالشي؟ حددنا الأراضي اللي فيها البترول، لازم تكون كلياتها تحت سيطرتنا وبس. إذا فاتوا الأتراك لهون صدقني ما رح يبقى لك مكان لتهرب عليه. طيب إمتى رح يجوا؟ بيكونوا وصلوا هلأ. انتبهوا، ديروا بالكم. شو صاير هون؟
أكيد في حدا هون. الخواريف حياة الناس اللي هون مستحيل يتركوهم. طيب وين راحوا؟ في احتمال كبير يكونوا متخبين. يلا روحوا من هون. نحن اجينا من شانكم، لا تخاف. أنا ماني خايف، كتار متخبين هون وعم يراقبوكن من بعيد، وفي معهم أسلحة رح يقوصوكن إذا ما رحتوا. خلص ماشي، نحن بنستسلم، بترجاك اهدى ولا تقوصنا. مين انتوا؟ ليش اجيتوا لهون؟ أنت بتعرف المعلم حمدي؟ اهدوا. انتوا شو بدكم من حمدي؟ نحن ضيوفه يا أختي، جينا من تركيا لهون. قلت اجيتوا من تركيا؟ ايه. وينهم؟ أخذوهم. مين؟ المتشددين. شي غريب. مين هدول؟ أهلين سيد حقي. أهلين فيك بلتزار. تفضل اقعد. ما بدي أقعد. لو إنك خبرتني لرحت لعندك. شغلة مستعجلة بلتزار. أنا عم اسمعك يا سيدي. فهمي بيك مبسوط منك على المهمة الأخيرة يلي نفذتها بنجاح. انت رح تكمل الشغل يلي بلشت فيه. الدور على مين هلا؟ هالمرة ما رح يكون سهل انك توصل له، لانه بحماية مراد علمدار. بدي اياك تعرف لي وين مكان هالرجال باسطنبول، وكم واحد عم يحميه، وكيف بنقدر نوصل له. يعني بتعرف لي كل شي عنه. شو عم تساوي؟ طلعي، لقيت وصفة الأكلة اللي بحبها، أكلة كباب. بيرسان، إذا ضليتي عم تطعميني هيك أكلات أنا أكيد رح أسمن. لا تقلقي مشان فستان العرس، نعمل لك حمية قبل العرس بأسبوعين. لا تطلعي هيك ليلى، أنا فهمانة عليكي وقرارك هاد مانو صحيح، بس أنتي اضطريتي تاخدي هالقرار بسبب الظرف اللي عم تمري فيه. إيه أكيد. أكتر شي بتمناه بهالحياة أنا ومراد نتزوج ونأسس عيلة، وحتى إني بشوف هالشي بأحلامي، بس للأسف شو بدي ساوي هلأ؟ أول شي كلي هالتفاحة. لا يلا. بعدين حاولي انك تكوني متفائلة وتبتسمي شوي مثل ليلى رفيقتي اللي انا بعرفها من زمان. بتشوفي حبيبتي كل شي رح يكون منيح.